السلام عليكم شباب، ازاي الحال؟ للي يعرفني او ما يعرفنيش، انا اسمي مصطفى جلالة. كلية طب جامعة الفيوم. والبيج دي للناس اللي كانت متابعة قبل كده، كنا عاملين نفس البيج دي بس للأسف حصل فيها مشكلة واتحذفت. كنا بنقدم محتوى تمريضي طبي، بنقدم فيه دور التمريض ايه في قسم العمليات مخصوص، وبشكل عام بقى باقي الأقسام التانية. طيب، اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان البيج القديمة حصل فيها مشكلة فاتحذفت بعد ما وصلنا بقى الرقم محترم. طبعا احنا اخر مرة نشرنا فيها حاجة على الفيسبوك او اليوتيوب كان من حوالي سنتين ونص، فاحنا بقالنا فترة كبيرة قوي، فحابين نرجع تاني بس المرة دي ان شاء الله بالتزام وبشكل اقوى. والمرة دي مش هيبقى فيديو سكرايب وانيميشن زي ما كنا عاملين كده، لا خالص. انا هاخدك معايا جوه الفيلد، جوه الغرفة، جوه القسم، تعيش معاه الجو. انا خليك تتفرج على الفيديو وحاسس ان انت اللي بتعمل الحاجه مش انا اللي بعملها. خلاص. طيب، توضيح كده، احنا هنتكلم في المحتوى ايه بشكل رئيسي. تركيزنا كله على العمليات. خلاص. بعد كده ان شاء الله هيبدا ان تتفتح على باقي الاقسام التانيه. طيب، المطلوب منك ايه يعني؟ مشكورا لو عملت لي دعم، لايك وشير وسبسكرايب لو انت على اليوتيوب، و يعني شير على الفيسبوك، ويوصل القناه دي، لان انت هتعيش معايا جوه الفيلد. احنا هنشرح كل حاجه بالتفصيل وبصوره عاميه، مش هنشتغل بشغل ايديال 100%، بس انا هشتغل معاك بصوره عاميه بحيث اوضح لك كل حاجه ممكن تكون انت محتاجها في العمليات. طيب، القناه دي او البيج دي تنفع لحد في مدرسه التمريض او مع التمريض او طالب في الكليه او حتى خريج لسه عايز يبدا في مجال العمليات. طيب، لازم كلنا كده نبقى عارفين ان احنا مجال العمليات، سواء انت كنت اخصائي تمريض او فني تمريض او مدرسه، فانت انا وانت كلنا لنا ليميت، لنا ليفل معين لازم نقف عنده. خلاص، انت انا وانت تمريض عمليات. وتمريض العمليات حاجه من الثلاثه: اما يكون هو فيرست اسيست خلاص، ودي بعد مشوار طويل شويه كده من اجتهاد منك، او انت تبقى سكند اسيست بتناول آلة. خلاص، وده ليه برضه ليفل محترم جدا. طيب، ان شاء الله هنشتغل مع بعض كده توضيح بقى عمليات العظام والجراحة العامة والتجميل والنساء والمخ والاعصاب والفاسكولار اللي هي الاوعية والمسالك، سواء مناظير او جراحة في كل التخصصات. بس كل مطلوب منك تتابع معايا. خلاص. اللي انت مش فاهمه قوله في كومنت يوضحوا لك اكتر. تمام. حاجة أخيرة بس كده حابين نوضحها للناس. نوضح اللي لسه مش عارف غرض البيتش دي، ان احنا بنعلم ونتعلم، بنفيد ونستفيد. فكلنا محدش فينا بروفيشنال 100%، لا القديم بروفيشنال 100% وبيرفكت 100%، ولا حد الجديد. بس كل القصة ان احنا هنسهل عليك مشوار حتى لو انت امتياز او بتتدرب وبتلاقي صعوبة ان حد يقول لك المعلومة. لا خالص، انت هتتفرج على الفيديو، بعد الفيديو هتاخد خطوة ان انت تتعقب. خلاص، شكرا. وتقف جنب حد مرة اتنين تلاتة. العمليات عشان خاطر تبقى مدركها كويس ما تستعجلش على التعيين. خلاص. يعني خليك الاول الحاجة شوفها مرة اتنين، اتعقب في التالتة، واتعقب جنب حد مع جراح يكون كويس. لان انت في قسم العمليات بالذات انت التعامل منك بيبقى تحت ضغط، تحت لود. لو الفيلد الجرح او العمليه اللي احنا شغالينها مش كويسه وقدر الله فيها كومبليكيشن كتير، فيها مضاعفات، فتلاقي لود من كل حاجه، من التخدير ومنك ومن كل حاجه. طيب، نحل الكلام ده ازاي؟ انك تتحمل ان انت هتقابل جراح كويس وجراح مش كويس، هتقابل تمريض كويس وتمريض مش كويس. ففي كل الاحوال انت خليك كويس وتقبل اي حاجه. احنا الغرض الاول والاخير خدمه العيان. اهم حاجه عندي المريض ياخد حقه 100%. اي خلاف تاني ممكن يتحل بره الغرفه. خلاص، جوه الغرفه انسى اي حاجه. انت واحد بتخدم المريض. خلاص، داخل المريض او المريض مثلا بيبكي او خايف من غرفه العمليات، انت بتحاول تهون عليه. اثناء العمليه بتحاول تهون عليه، بتحاول تتقي الله في كل حاجه، في التعقيم وفي كل حاجه. فان شاء الله هنتكلم معاكم عن الالات والفرش والمستلزمات، كل ما يخص قسم العمليات. كل مطلوب منك تتابع معانا، واعمل شير ولايك وسبسكرايب انت على اليوتيوب، وعلى الفيسبوك اعمل لنا لايك وكومنت. وان شاء الله انتظرونا الفترة الجاية باستمرار. هنتابعكم بفيديوهات في كل الآلات، في كل التفاصيل. شكرا.